السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال يا رب. النهاردة بقى انا صحيت عندي برد، دور البرد اللي هو المنتشر عند الناس كلها، خلينا نسميه برد مش حاجة تانية. ماشي، وربنا يعافينا ويعافيكم كلكم يا رب. يلا بينا بقى. النهاردة قلت ايه، اعمل لهم اكلة سهلة وسريعة وخفيفة، وفي نفس الوقت ايه ما تبقاش متعبة قوي، عشان زي ما انتم سامعين صوتي كده انا عندي البرد قايم معايا بواجب قوي يعني. فقلت بقى ايه اظبطهم كده في اكلة حلوة النهاردة. قلت اعمل لهم ايه بقى، اعمل لهم كفته بنفس طريقه اللي بره، يعني زي المشويه كده بالظبط، بس مش تبقى مشويه، انا هعملها في الفرن وايه، وهتبقى حلوه قوي يعني. انتوا جربوها هتعجبكم قوي. تعالوا بقى شوفوا طريقتي في عمايل الكفته، وشوفوا انتوا بتعملوها برده بنفس الطريقه ولا لا، وايه نستفاد من بعض. بصوا بقى، اول حاجه انا بعملها هنا في الكبه. ماشي، هحط 6 بصلات. تمام، بصوا متقشرين اهم وزي الفل. احطهم هضربهم الاول، وبعدين ايه هنشوف بقى نعمل ايه. امشوا معايا خطوه بخطوه علشان تبقوا عارفين الطريقه بالظبط عامله ازاي. جربوها بالطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، وهقول لكم على تريكات اللي المطاعم بتعملها واكبر المطاعم كمان بتعمل. انا جبت لكم السر بتاعها واعملوها هتعجبكم جدا، انا واثقه متاكده 100%. ماشي، فركزوا معايا بقى في كل خطوه، وان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. بسم الله. انا هضربها وانعمها قوي عشان انا هاخد ميه البصل بتاعتها وهفصلها عن البصل. هتشوفوا بقى الخطوات الجايه انا هعملها ازاي، بس انا بعرفكم ان انا هنعمها للاخر خالص علشان انا عايزه ميه البصل بتاعتها. بس ايه كده بقى، ايه زي الفل. هم انا عامله ايه، بسم الله. هاخد ميه البصل وهفصلها وهوريكم بقى دلوقتي انا هعمل ايه بالاتنين. بصوا انا هنا كده خلاص صفيت، خدت ميه البصل دي كانت اول تركايه. بصوا انا هعمل فيها ايه. بصوا بقى، ميه البصل اهي، ادي البصلايه لما صفيتها سبتها زي ما هي في الكبه عشان هحط عليها اللحمه المفرومه. بصوا بقى هعمل ايه. ميه البصل دي احط عليها معلقه صلصه. ماشي، معلقه صلصه اللي هي المعلبه بقى. ماشي، اهي معلقه بس مش اكتر، معلقه صلصه واحده. ماشي، ونص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود اهو، ومعلقه زيت. بس كده. ماشي، اهي بقت كده تمام. هقلبهم بقى كده مع بعض وهسيبها ايه على جنب، هقول لكم ليه. اهو خلاص كده الخليط بقى متجانس كله مع بعضه، وايه هسيبه بقى مع بعضه على جنب كده، وهقول لكم ليه. تركايه كمان محدش هيقول لكم عليها. هجيب كوبايه وهحط فيها نص رغيف فينو اهو، رغيف فينو عادي جدا. ما عندكيش فينو هاتي بتاع ديت نص رغيف شامي، ما عندكيش شامي هاتي بلدي، ما توقفيش نفسك. خلاص هحط بقى على الفينو ده في كوبايه، احط ايه، هحط نص كوبايه لبن. ماشي اهو. ليه بقى، هقول لكم ليه دلوقتي. عشان ابوش الفينو ده في اللبن. بعد ما ابوشه هقوم صفياه خالص، وهقوم عامله ايه، واخده الفينو بس، مش هاخد اللبن، هاخد الفينو بس. جايبت خلاص، شايفينها ولا ايه؟ اهو شايفينها. ماشي اهو، بدوبها خالص وهصفيها وهحطها دلوقتي هنا. ثواني، ودي البصل اهو تاني رجعني، بسم الله. وهننزل عليه اللحمه المفرومه. انا عامله مقدار لحمه مفرومه كيلو. تمام، ادي اول نص، بسم الله. هنزل بقى بالنص كيلو التاني، بسم الله. وهضيف عليه ملح وفلفل، وبحب احط عليه الخلطه دي. بصوا اهي، بحبها قوي يعني، دي جميله.
بتدي طعم الكفته حلو قوي. وبحط كمان ايه بقى، بيكنج باودر. بحط الكيس، بحط الكيس كامل. يعني في ناس بتحط معلقه معلقتين، لا انا بحط الكيس كامل. دي انا كده ايه حاطين عليها الحاجه، هقوم حاطه عليها كمان عقدين بقدونس. ثانيه واحده كده، وانا قلت عقدين؟ اسمها عقدين بقدونس يا جماعه، ركزوا معايا الله يبارك لكم، عشان انا ايه انا ضايعه من البرد، غير ان انا كلامي اصلا ضايع زي ما انتوا عارفين، يعني مش جديد عليكم. ماشي، فحاولوا تجمعوا انتوا معايا. البقدونس ده برضو ايه بيدي كده طعم ونكهه حلوين. في ناس تقول يا ساره هو انت بتقطعيه ليه، ما هو كده كده هيتضرب في الكبق. لا يا جماعه، انا بحب اسهل الدنيا على الحاجه عشان ربنا يسهل عليا. ماشي، هعمل ايه بقى، هصفي دلوقتي وهاخد الفينو بس. اهو اهو نزلت كده بالفينو، حطيته ايه على اللحمه المفرومه. يبقى انا هنا حاطه ايه شفتوا اللي انا فيه، حاطين ايه اللحمه المفرومه. والاول بشرت 6 بصلات، خدت ميتها وفصلت البصله عنها وشلت الميه على جنب، وعرفت انا عملت فيها ايه. وخدت البصله حطيت عليها اللحمه المفرومه وملح وفلفل وورقتين بقدونس والفينو اللي هو كان في اللبن، صفيته كويس قوي وحطيته. وحطيت توابل الكفته. وايه تاني، ايه تاني يا جماعه، حط حاجه تانية ولا افتكروا معايا كده، افتكروا كده معايا. المهم يعني لو نسيت حاجه ارجعوا شويه كده ورا الفيديو، هتلاقوا الحاجه اللي انا نسيتها دي. هضربهم دلوقتي كده كلهم مع بعض، وهرجع لكم تاني عشان الصوت بيبقى عالي قوي عندكم. خلاص انا كده طلعتها من الكبه وبقت زي الفل. هعمل ايه بقى، هعمل مسحه كده بميه البصل والزيت ومعلقه الصلصه بالملح والفلفل اهو. وبعد كده بقى ايه، هبدا اصبع الكفته. انت بقى عندك الستيك بتاعت الشيش طاووق، او انت اصلا عندك اللي هي بتاعت الشوايه ديت اعملي بيها. ماشي، ما عنديش، فالجيش قالك اتصرف، وهاخد شوكه تكون مسحوبه كده وهعمل بيها. خلاص، هعمل ايه، اقوم عامله ايديا بالبصله ديت. ماشي، وميه البصل، وهعمل الشوكه برضو بميه البصل اهو. ماشي، وبعد كده اقوم ايه، اقوم مصبعه كده. طب انا بعمل كده ليه، علشان انا عايزاها مفرغه من جوه. خلاص، هي لما بتبقى مفرغه من جوه بتبقى حلوه، وفي نفس الوقت البيكنج باودر انا حاطاه دوت بيخليها ايه ما تكشش. بصوا بقى، بص نعمل كده تاني اهو. اعمل في ايديا، واخد برضو ايه كميه تاني ومصبعاها كده. اكله سريعه ومش دبكه بقى وليله وكده. هو بصي بسحبها بالراحه خالص واحطها كده بقى لحد ما ايه خلصت كميتي كلها ايه يا جماعه. الكلام عن ما حدش عنده علاج للكلام الضايع ده، مش عارفه والله اعمل ايه. بسم الله. افضل كده بقى ايه اعملها كلها. قولوا لي عملتوا اكل ايه النهارده، عشان انا حيرة كل يوم ديت، خصوصا بقى في التعب. فقولوا لي يا جماعه انتوا بتعملوا اكل ايه، عشان اغش منكم. يعني بما انكم ايه ممكن تغشوا مني، فانا كمان تبقى الغش متبادل. وجربوا الكفته دي، وعايزه اسمع رايكم. يعني انا عايزه كل اللي يجرب الكفته ديت اسمع رايه فيها، بجد حلوه قوي. بصوا بقى، خلصت اهي الصينيه دي. بصوا بسم الله اهي، خلصتها بقى كده. هسكت؟ لا مش هسكت. اقوم جايبه ميه البصل اللي عندي، واقوم دهنه كده. ماشي، بعد دهنه كده 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 كده، علشان ايه لما اجي احطها في الفرن دي هتخليها تتشمع، هتبقى حلوه قوي قوي، هتخلي الكفتة متشمعه كده وحلو. لما اجي برضو اقلبها في الفرن على الوش التاني، يعني انا ربع ساعه وهقلبها على الوش التاني. برضو لما اجي اقلبها هعمل برضو كده بالناحيه التانية كده ايه بميه البصل كده بالفرشه. هوديها بقى في الفرن وهكمل بقيه الكميه، واول ما اطلعها هوريها لكم.
خلاص بقى انا دلوقتي ولعت عليها الفرن ودخلتها. خلاص انا الاول كنت مسخنه الفرن زي ما انا ما قلت لكم، وبعد كده رحت ايه، رحت مدخلاها في الرف اللي في النص على الشبكه، ما بحطهاش تحت علشان ما تتلسعش. تمام. وربع ساعه برضو بقلبها، وبدهنها الميه البصل اللي انا قلت لكم عليها بالخلطه اللي عليها دي، وبدخلها تاني الفرن ربع ساعه بالظبط وبتطلع، وهتبقى زي العسل. جربوها وهتعجبكم. ما تنسوش بقى تقولوا لي النهارده هتتغدوا ايه، عشان اغش منكم، ولما اشوف الكومنتات بتاعتكم هعملها. كمان قولوا لي عاملين ايه في التلج اللي احنا فيه ده. الدنيا بقت تلج جدا مره واحده، والمطره بقت تمطر سيول كده مره واحده والدنيا غرقت، وحالتنا بقت حاله الحمد لله. ماشي. كمان مع البرد اللي عندي ده، شايفين منظري، شايفين شكلي بقى عامل ازاي. البرد صعب قوي، ولما بيمسك حد دلوقتي ما بيسيبوش بسهوله، ولما بيجي لحد في البيت بيلف على البيت كله كبير وصغير. فيعني الحمد لله. يعني انا خدت الدور اصلا من عيالي. مليكة لما عملت العملية وفقت منها شوية جالها دور البرد. انا كنت متوقعة كده لان هي عاملاها في تغيير الفصول يعني، فاكيد هتلقط دور. فمحمد خدوا منها، وبعد كده سيلا، وبعد كده انا في الدور على اسلام. هياخده مش هيهرب منه. فلازم لما واحد بس بيتعب في البيت كله بياخده. فيعني العلاج بيلف على الأسرة كلها الحمد لله. بس انا بقى قاعده طالع عيني، وقاعده بقى تعبانه وبتاع، وبرضه بعمل اكل وكده اهوت، وعيالي هايصين كده زي ما انتوا سامعين. يا ريت الواحد يرجع صغير تاني، صح ولا لا؟ يا ريت الواحد كان يرجع صغير تاني كده ويعيش بقى في حياه رفاهيه، لا مسؤوليه، وكل حاجه كده سايبينها على ربنا. يعني احنا لغايه دلوقتي سايبينها على ربنا، يعني احنا لو مش سايبينها على ربنا مش هتمشي. فالحمد لله على كل حال. ماشي. متنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو برأيكم في الطريقة بتاعتي بعد ما تجربوها، وتقولوا لي انتوا هتتغدوا ايه عشان اخد منكم فكرة كده وغشها منكم. وكمان متنسوش الشير واللايك، وتشتروا تشتروا مين تشتركوا. تعبانة يا جماعة، تعبانة معلش. وتشتركوا في القناة علشان ان شاء الله ايه لما ننزل فيديوهات وكده تتفرجوا عليها، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى انا هروح ابص عليها دلوقتي، وفات كده تقريبا بتاع ربع ساعه. هروح دلوقتي بقى انا ابص عليها، وهقلبها على الوش التاني، وهديها دهنه كده، وادخلها ربع ساعه كمان، واشوف بقى تطلع عامله ازاي. بصوا بقى هنا طلعتها اهو وغرفتها. بصوا ما شاء الله شكلها يجنن، وطعمها فظيع 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 يا جماعه، والله بجد هتعجبكم جدا. بصوا بصوا ما شاء الله، مش مولعه عليها شوايه والله، ده هي كده الفرن بس، هي بتطلعها كده يعني، وما شاء الله كأنها جايه من بره فعلا. فدوقوها واعملوها بطريقتي هتعجبكم جدا. انا عملتها لكم بتريكات والاسرار بتاعه المحلات، فهي هتعجبكم جدا جدا جدا. ماشي. بصوا كمان انا عملت معاها سلطه الطحينه، هبقى اقول لكم بقى في مره تانية كده ان شاء الله، عشان نسيت اصور لكم. هقول لكم بقى طريقه عمايلي برضو في سلطه الطحينه، برضو باسرار المحلات، برضو هعملها لكم زي ما بتاكلوها في المحل بالظبط. ماشي. وان شاء الله هيعجبكم. بس الكفته فعلا طالعه خطيره خطيره خطيره، وهتعجبكم بقى ان شاء الله. بص بقى محمد لازم يحط التاتش بتاعه بتاع في الاكل يعني. طب ممكن ايه نظبطها كده. ايوه شاطر يا دي يا محمد، شكلها حلو تصدق. بصوا لازم نحط التاتش بتاعنا في اي عمايل اي حاجه يعني عامه. بس هي حلوه والله، بس عشان هو كان مظبطها وانا اللي عوجتها، بس كده بقت في النص حلوه جميله. هنعملها لهم بقى سندوتشات كده مع شويه شيبسي وسلطه الطحينه، ومع الكاتشب هيبقى زي الفل والله، هتبقى غدوه زي الفل وما تعبتنيش. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وانا واثقه ومتاكده مليون في الميه ان الوصفه دي هتعجبكم قوي، والطريقه دي هتعجبكم قوي. ومش هنسى ان انا اصور لكم طريقه الطحينه ديت في مره تانية ان شاء الله، عشان برضو بتطلع خطيره خطيره خطيره، هتعجبكم جدا على فكره. يلا بقى مش طول عليكم اكتر من كده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واستودعكم الله، ومع السلامه، باي.